مرحبا بك بدار الثقافة رمادة. اليوم في إطار افتتاح الموسم الثقافي قدم دار الثقافة تظاهرة هي في دورتها التأسيسية والدورة الأولى تحت عنوان ألوان الصحراء. هي يعني تظاهرة ثقافية موجهة بالأساس إلى الفنون التشكيلية، إلى كل هواة الفنون والرسم. هي فرصة أتحناها باش يمارسوا هواياتهم سواء في الرسم أو الخط العربي أو يعني كل ما هو فنون. الافتتاح يعني كان اليوم على الساعة 10 بافتتاح بمعرض الفنون التشكيلية تحت عنوان مصنفات تشكيلية من الذاكرة الشعبية للأستاذة مناه بنجاذ. أيضا صاحب هذا يعني المعرض عديد الورشات في فن الخط العربي وأيضا في الجداريات مع ضوء كسير وأمال القريشي. ويعني كانت عديد الفقرات المتنوعة اللي كان فيها الحضور يعني كثيف ومتميز ونالت إعجاب العديد من الرواد وزوار دار الثقافة اليوم. وفي الحصة المسائية يعني كان لقاء مع عرض تنشيطي للصغيرات لصابر عبداوي ومنوعة عمو صابر وأصدقائه اللي شهدت يعني حضور كثيف من أطفالنا. غدوة إن شاء الله التظاهرة متواصلة باش يكون عندنا يعني جملة من الورشات الفنية، ورشة في فن الفسيفساء، ورشة في الخط العربي، ورشة في الجداريات، وأيضا مسابقة في الرسم المفتوح للأطفال، وأيضا باش تكون عندنا يعني ورشات تكوينية في الرسم إن شاء الله. نوجه الدعوة إلى عموم الأطفال وأهالي معتمدي رمادة وأيضا هواة ومحبي الفنون التشكيلية والرسم إنه باش يتوجهوا ويكونوا بحذنا في دار الثقافة، فمرحبا بهم. Tiga.